السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لو عايزة تعملي الليمون المعصفر تعالى أقولك الطريقة تعمليه ازاي. هتروحي السوق يا جميل، تجيبي ليمون أصفر جميل زيك كده، الليمون الحلو الأصفر اللي هو لونه فاقع دون. لو عايزة تعصفري الليمونة تكون حلوة وجميلة ما فيهاش حتة كده بايظة ولا فيها كده ولا حتة ناعمة، وتنقي الجلدة بتاعتها، يعني ما هيش تخينة على قد ما تقدري، لان الليمونة التخينة لما بتتسلق بتشد معاكي. الليمونة لما بتكون الجلد بتاعها حلو وناعم، بسم الله ما شاء الله، بتبقى زبدة بعد ما تستوي، بتبقى حاجة كده جميلة جميلة ملهاش حل. ولو جبتي الليمون ولقيتي فيه واحدة كده او كده طبعا بتشيليها. تمام. بنغسل الليمون كويس اول مرة واتنين وتلاتة، وننضفه كويس قوي، وبننقع الليمون حبايبي لمدة يومين تلاتة أربعة خمسة على حسب. كل ما الليمون بيتحمل معاكي نقع انت بتنقعي، تغيري ميته الصبح وليل مرتين في اليوم. تمام. يبقى مرتين في اليوم بتتغير المية صبح وليل لمدة من يومين لأربع أيام لخمس أيام. كل ما الليمونة بتتحمل معاكي كل ما بتغيري ميتها. ليه بقى؟ عشان ينزل المرارة. كل ما تنقعي الليمون مدة أطول كل ما يديكي طعم أحسن، وكل ما تنزل المرارة منه كل ما تحبي الليمونة كده بعد ما تتخلي تاكليها كده وتحبيها وتبقى حاجة طعمة في ايدك. وكل الناس طبعا كل اللي هيدوق الليمونة بتاعتك هيقولك تسلم ايدك زي الفل. تمام. المرة الجاية ان شاء الله هنعمل مع بعض طريقة تخليل الزيتون. النهاردة حبايبي عملنا مع بعض الليمون، هنخلل الزيتون وكل المخللات طبعا هنعملها مع بعض المرات الجاية. في كل موسم هنعمل الخضار بتاعه. احنا النهاردة انا عملت كمية ليمون كتير، طبعا انا عندي حبايبي كتير وبنعمل ليمون ياما، وكله طبعا عشان انا بخلل الليمون بطريقة تحفة. ان شاء الله يا رب تعجبكم وتنال اعجابكم يا رب. تمام. انا كده غيرت الميه لمده خمس ايام، الليمون خد معايا خمس ايام. شايفين اللون اتغير ازاي بعد خمس ايام حبايبي؟ اهي الليمونه كده خلاص اتحملت معايا بما فيه الكفايه، نزلت كل المرار، ما بقاش فيها اي حاجه بقى ايه تقولي لي الليمونه مززه الليمونه مره، لا كده خلاص بقت تحفه. وبناخدها بقى على النار نسلقها. حبايبي شايفين اول ما تتفتح معايا كده ما بتاخدش 10 دقايق سلق. اول ما بيتفتح معايا من الجنب كده خلاص انا بطفي عليه وبسيبه في ميته شويه. طيب انا هنا سلقت الليمون خلاص، الميه بتاعته بردت وصفيتها. مش هفتح الليمون على طول، لا انا هغير ميه الليمون صبح وليل لمده يوم او يومين ينزل المراره فيما بعد السلق. تمام. في مراره تاني بعد السلق حبايبي، بستنى الليمون ينزلها، بنقعه لمده يوم او يومين، بفتحه اربع تربع بعد كده. شايفين حبايبي الليمونه متفتحه ازاي؟ هنا نجهز الخلطة بتاعتنا بقى. اول حاجة عندي طبعا الهريسة لا غنى عنها. بتجيبي الاتنين كل 3 كيلو ليمون عليهم كيس ملح من ابو 2 جنيه. تمام. اللي هو لا حاليا ب3 جنيه. بتحطي ملح بقى، بتحطي بابريكا وعصفر. البابريكا والعصفر بالنسبة للكمية، انا سايبة الكمية على حسب ذوقك زي ما تحبي. في ناس بتحبها كتير، في ناس بتحبها لا اقل. كمان بنحط حبة شطة حمراء. وبقلب الخلطة دي مع بعض كويس، نقلبها كويس قوي. وما تنسيش بقى لو انت عايزه تحطي فلفل اخضر، لو انت عايزه تحطي بقى اي تحابيش. بنحشي الليمونه كده حبه ملح قليل خالص، وما تنسيش تحطي بقى ايه الكميه المعقوله عشان ما يحدقش منك. هي حبه صغيره خالص. وبعدين بتحطي البابريكا، بتحطي قصدي الهريسه. هتقولوا لي بابريكا ايه؟ هقول لكم في ناس بتحط بابريكا. يعني مثلا لو ما فيش عندي هريسه لا بنحط البابريكا عشان الليمون يحمر ويبقى جميل. بس طبعا انا النهارده عندي الهريسه. هتشوفوا شكل الليمون بعد ما يتخلل، هتشوفوا البرطمان شكله عامل ازاي. بنخلل وبنحط كده طبقه ليمون، ولو عايزه تحطي فلفل بقى، فلفل احمر الحراق الجميل ده الاخضر قصدي. تمام. بنحط طبقة ليمون وطبقة فلفل، طبقة ليمون وطبقة فلفل، لحد ما بنكمل كل البرطمان زي ما انتوا شايفين معانا. وده حبايبي شايفين شكل البرطمان عامل ازاي. هنا بقى بيجي دور المية. انا عندي بياخد كل لتر بياخد تلاتة ونص معلقة مية كبيرة، يعني 3 معالق ونص ملح كبيرة. 3 معالق ونص ملح كبيرة على كل لتر مية. انا عندي البرطمان بتاعي ده صغير شوية، مش هياخد المية لتر، لا هياخد نص لتر مية
او اكتر شوية. شايفين ما خدش كل كمية المية. وهنا حبايبي باقي مكون واحد بس. انا بنزل الليمون كده تحت المية، خلي المية تغطي الليمون. ايه المكون الواحد الباقي؟ المادة الحافظة بتاعتي. طب ايه هي المادة الحافظة؟ المادة الحافظة هي الزيت، اللي يخلي الليمون يقعد عندك ويحافظ على الليمون مدة طويلة، يعني ممكن شهر 2 3. لو انت ما فتحتش عليه ممكن يطول اكتر من كده. بقفل كويس قوي على البرطمان. لو الغطا بتاعي دوت يعني فيه فتحات، بحط كيس، ما كيس، اي كيس بلاستيك تحت الغطا. اي كيس بلاستيك عندك بتحطيه تحت الغطا. انا عندي الغطا محكم مش هيدخل اي هوا، الغطا محكم وجميل، فبنقفل. وشايفين بقى شكل البرطمان بقى عامل ازاي. واللي وصل معايا لحد هنا ما ينسانيش بقى بالدعم والشير، فضلا وليس امر. الاشتراك في القناة. وادي بقى حبايبي النتيجة بعد ما خلصنا. شايفين بقى الليمون بعد تاني يوم، تاني يوم بعد ما خللت الليمون، والله العظيم شايفين زبدة، زبدة. ما بقولكيش اقعد بقى عندك اسبوع 10 ايام وافتحها لا، بقولك تاني يوم وانا واثقة من كلامي. لان الفضل يرجع لان احنا نقعنا الليمون مدة اطول. سوينا الليمون كويس. طبعا التخليل الملح نسبة مع نسبة الملح معقولة. والوقت طبعا مش هيطول. تاني يوم بالظبط هتاكلي منه. لإلا الفلفل هو اللي هيطول شوية. هتطلعي من الليمون تاني يوم. الفلفل ممكن ياخد من 4 ايام ل5 ايام بالكتير قوي لمدة التخليل. ودي يا حبايبي النتيجة، واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.